ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. اكيد شفنا قبل كده حد في الافلام الاجنبي بيتجمد علشان يرجع تاني للحياة، زي فيلم كينج اوف ثرون، اليانز، جيسون اكس، فوريفر يونج. اكيد بيدور في بالنا سؤال: يا ترى الموضوع ده حقيقي ولا لا؟ ايوه حقيقي، في شركات في روسيا وامريكا والمانيا والصين بيجمدوا الاجسام فعلا. اللي عمل فكرة التجميد راجل ومراته اسمهم فريد وليندا سنة 76. بالمناسبة دول ما عندهمش أي خلفية طبية، لكن كانوا مهتمين بمجال حفظ الخلايا. في نفس الوقت كان موجود كتاب اسمه احتمالية الخطوط، كتبه أستاذ في جامعة ميتشيغان روبرت إتنيجر، وده عالم رياضيات ملوش في الطب برضه. جابوا فكرة تجميد الإنسان من ضفدع اسمه ضفدع الخشب. ضفدع الخشب ده عايش في الغابات الشمالية في كندا وروسيا وغيرها من الدول. الضفدع في فصل الشتاء الشديد بيتجمد من بره، بس بيروح مطلع جلايكوجين علشان يحافظ على أعضائه الحيوية إنها ما تتجمدش، وبيطلعه ب10 أضعاف أكتر من أي كائن حي تاني. وطبعا عملياته الحيوية من جوه بتتوقف. بعد ما فصل الشتاء بينتهي والجليد بيدوب من عليه، خلاص بيرجع الضفدع يتحرك وينط تاني وكأن مفيش أي حاجة حصلت. ممكن يعرضوا على الشخص اللي جايلهم إنهم يجمدوه بعد ما يموت، على أساس إن الشخص ده لو الطب تقدم يرجعوه تاني. لو حابب يجمد نفسه وهو عايش، وبعد لما الطب يتقدم يرجعوه تاني. لو واحد عنده مرض مستعصي يقدر يجمد نفسه. لو واحد مش حابب العصر اللي هو فيه وحابب ان هو يعيش في عصر بعد كده، يقدر يجمد نفسه ويرجعوه يعيش في المستقبل. قصاد الموضوع ده بيطلبوا مبالغ كبيرة، على أساس إن في أغنياء بيجولهم. تجميد الجسم بس بيتكلف 200 ألف دولار، أما لو واحد عايز يجمد راسه بس يدفع 80 ألف دولار، على أساس إن الطب لو اتطور يركبوا راسه على أي جسم تاني أو حتى على روبوت، مفيش أي مشكلة. والشركات بتجمد أي حاجة، حيوانات أليفة وطيور وكل حاجة. طيب، إزاي التجميد بيحصل؟ بينقلوا الشخص اللي مات سواء من بيته أو المستشفى أو أي مكان، ويحطوه في صندوق من التلج، ويوصلوا جسمه بأجهزة الإنعاش والأكسجين، ويوصلوه في مقر الشركة ويحطوا جسمه في وعاء من الفولاذ مقاوم للصدى. الوعاء ده موجود فيه نيتروجين مسال، وبيكون وضع جسمه بالمقلوب، يعني راسه تحت ورجله فوق، لأن قاع الوعاء أبرد من سطحه. وبعد كده بيقفلوا غطا الوعاء. بيجمدوا الشخص باستخدام النيتروجين المسال عند درجة 196 مئوية تحت الصفر. وبعد كده بيفضوا كل الدم اللي في جسمه ويحقنوه بعد كده بمواد مضادة للتجمد. بس يا ترى، هل الموضوع ده علميا صحيح؟ لا طبعا، لأن علميا حتى لو أعضاء الجسم اتجمدت هي ليها عمر افتراضي. مثلا القلب بيكون صالح للزراعة في خلال 4 ساعات، الكبد بيكون صالح للزراعة خلال 24 ساعة، الرئة من 4 ل6 ساعات. فبنوك الأعضاء مش تلاجات، هم عندهم قائمة بالأشخاص اللي عايزين أعضاء، وقائمة بالأشخاص اللي عايزين يتبرعوا بالأعضاء، وبيحاولوا ينسقوا ما بينهم. موضوع التجميد ده مش حقيقي، دي مجرد سبوبة الشركات بتعملها علشان تكسب من الأغنياء. دكتورة زي شانون، جراحة ومن أقوى الناس في مجالها، قالت إن الكلام ده مش علمي تماما. وجون بوست عالم الأحياء قال إن جسم الإنسان لما بيتجمد بيحصل فيه مشاكل وبيموت بعد فترة. أيوة فعلا موضوع التجميد ده حقيقي، لكن علميا مش صح. شكرا جدا، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة، سلام.